خوتي الأعزاء، تحياتي لكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وزيرة الثقافة الجزائرية راهي حابة تطمس الثقافة الجزائرية بتصريحات خطيرة. الحمد لله مازال كاين رجال في الجزائر ومازال كاين رجال اللي يحبوا الجزائر. على سبيل المثال الأستاذ مصطفى بونيف عطاها حقها، رجع عليها، لأنه هذه الوزيرة ما على باليش التصريحات تاعها مفتعلة مقصودة، عندها جهات معينة تخدم لصالحها، الله أعلم. المهم هذه الوزيرة لازم تتحاسب ولازم تتنحى من بلاصتها، هذا رأيي الشخصي. درك تسمعوها خاوتي واعطيونا آراءكم في التعاليق. خليكم تشوفوا هذا الفيديو، مشاهدة ممتعة للجميع. هذا التسجيل كي سمعتو خدمها لي. الثقافة التي تخاف على نفسها من قتل الجيران هي ثقافة فئران، الثقافة الضعيفة التي تشعر أنها مهددة في أي لحظة. لهذا أنا شعرت بمسؤوليتي باعتباري وزيرة للثقافة أني أصالح هذا الجزائري مع ثقافته مع هويته، ويعتبر أن هذه الثقافة يعني حتى لو انتشرت وحتى لو تبناها الغير، يعني نحن نتحدث عن بعض الأكسسوارات أو بعض العادات أو بعض التقاليد اللي يتبناها. راكي تهضري على المروك اللي حب يسرق التراث الجزائري وأي حاجة تخص الجزائر. أني فهمت كلامك. والحقيقة اللي خلق هذا المشكل الصراع هي منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو يعني من سنوات وهي تعمل على تصنيف التراث، هذا تراث جزائري، هذا تراث فرنسي، تصنيف البيتزا تراث إيطالي، تصنيف الخبز تراث، يعني كل مرة والدول تتصارع فيما بينها من يمتلك أكبر عدد ممكن من التصنيفات في منظمة اليونسكو. وهذا اللي خلق الصراع، وهذا اللي خلق الناس أنها لا هذا لي وهذا لك وهذا لك، في حين أن الثقافة تنتشر بطبيعتها. هذا الفكرة لا مع الوزيرة، مع احترامنا الشديد ليك، لا 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 لا, لا. هذا أمر ما نوافقوش عليه. عندنا تراثنا وحاجتنا تبقى حاجتنا. ما دام اليونسكو ماهوش يتمسخر، اليونسكو نهار اللي بدا ينسب في التراث الأهلو ويحوس على أصحاب التراث الحقيقيين باش ينسب لهم تراثهم. هما ما راهمش يلعبوا، سينو يلغوا على حسب رايك انت، يلغوا منظمه. اذا لغاو منظمه اليونسكو رانا معك، دبري راسك. بصح ما دام اليونسكو فتحت هذا الموضوع وبدات ترجع للناس يعني امورها، لا 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 لا, لا, لا. يا اما ان نكون او لا نكون. هذه لازم تكون واضحه. اذا ماكش رايحه تدافعي لنا على تراثنا وعلى الابداعات الجزائريين، صح راني معاك، الثقافه تنتشر وقدرها ان تنتشر، ولكن أن الأبوة نتاعنا على إبداعاتنا تروح لغيرنا وإحنا نشوفوها نقول لهم لا لا عادي ثقافتنا تنتشر. هذه أنا ما نقبلها وما نظنش كاين جزائري يقبلها، وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون. مش كلام نسمع الرئيس عبد المجيد تبون واش قال في هذا صدد معالي الوزيرة باش ما نغلطوش باش ما يغلطوكش. إذا كانوا دايرين بيك جماعة تاع فلاسفة يغلطوا فيك من السامبي نو، هاو رئيس الجمهورية وراكم تطبقوا في برنامج رئيس الجمهورية، حتى رانا في نظام رئاسي رانا نطبقوا في برنامج رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هذا واش قال؟ لا هاو رئيس الجمهورية واش قال؟ ما نزايدوا ما والو. يجي يهجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. ماش تصرفات، ماهوش جوار هذا، ماهوش. وزيد. رئيس الجمهورية قال اللي شافوها نتاعهم ولا ديالهم واللي سمعوا بها يسالوا فيها النص. لا 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 لا, لا. هذا امر، هذا راه دستورنا احنا الجزائريين. درك الكلمه تاع الرئيس عبد المجيد تبون اتخذناها دستور احنا الشعب الجزائري. ما نسكتوش على تراثنا. كيف نسكت انا على حاجه يعني مثلا القفطان اللي هو شعار المراه الجزائريه وزينه المراه الجزائريه، السنغوليه الملبس كانت تلبس الخندريشه اللي هو منين جاي يعدي. بصح لا احنا المراه الجزائريه مكرمه معززه مكرمه ملكه زمانها من القفطان والمجبود ومانيش عارف انا الملابس وهذه البلوزه و من حق المراه الجزائريه. رانا شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي دخلوا هذه المعركه برك علشان هذه القضيه تاع التراث. غاضهم حلوياتنا، غاضهم مطابخنا. لا احنا كي تنتشر، انا كي نشوف، انا كلامك صحيح معالي الوزيره لما تقولي لنا باللي الاكل الجزائري مثلا الكسكسي نلقاوه يتكل في كندا ونلقاوه يتكل في الولايات المتحده الامريكيه ويتكل في اوروبا ويتكل في الخليج، نفرحوا اكيد نحسوا ان ثقافتنا وصلت. لكن ما لا نسمح به هو انه ابداعنا وعرق جبيننا تتخدم له شهاده لدوله اخرى